بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسمع القصة دردشة في كلام لازم نوصله للمتابعين ولأصحاب القنوات، لكن نسمع إن شاء الله. نعم، اليوم كان في حدث أمني صعب 27/10/2024 عندنا هنا في البلد بسقوط قذيفة، وأصابت بيت مباشر، وكان هناك إصابات. نسأل الله لهم السلامة والشفاء العاجل، وأن يجنبنا الله كل هذه المصائب. خلينا نسمع القصة ونستمر إن شاء الله. إلى أين نحن ذاهبون؟ لكن عساه أن يكون خير مع الاستغفار إن شاء الله. أنا أرى بصيص نور مع هذا الاستغفار. أعتذر أنا حطيت الميكروفون عشان نسمع القصة، فبعدين نتكلم. السلام عليكم ورحمة الله. كيفك أستاذ محمد؟ إن شاء الله بأحسن حال. قصة من الجزائر. تقول صاحبة القصة: أنا أنتظر الولد منذ 7 سنين. أنتظر الولد، عندها 3 بنات. تقول صاحبة القصة أستاذ إنها يعني تعاني يعني مشاكل ويا زوجها ومع الولد ومع أهل زوجها، حتى يريدون يعني يزوجونه يعني حتى على مود الولد. فتقول بالصدفة دخلت على اليوتيوب ولقيت الأخ محمد حجازي يقول فيديو من الفيديوهات على الاستغفار. تقول صاحبة القصة بأن أخذت الاستغفار، أكثرت من الاستغفار أذكار الصباح والمساء أستاذ. بعدها بشهر أو شهرين، قالت بعدها بشهر الحمد لله الله رزقها حمل. فكانت ما تعرف كان ولد أو بنت. فهسه دخلت بالشهر الخامس، شافته بالسونار الحمد لله يعني ولد فيها الحمد لله. كانت تنتظر يعني منذ 7 سنين. يعني تقول أشكر أستاذ محمد حجازي، وصلي له سلامي ست شيماء، قولي له أستاذ والله يا أختي يا شيماء. فكان يعني كنت أعاني من يعاني يعني على الولد. فلزمة الاستغفار. تقول حتى زوجي يعني كان عاطل على العمل، صارت عنده وظيفة الحمد لله ويشتغل بالشركة، وصار عندهم راتب زين الحمد لله. وتقول أمورنا تحسنت، تحلحلت هيك الأمور، فالحمد لله رب العالمين. فلزمت يعني تقول هذا كله من فضل الاستغفار وفضل رب العالمين. ثم أستاذ محمد حجازي وفقه الله وسدد خطايا رب العالمين، وفقكم ووفق بلغ عني ولو آية. يا رب يحفظكم إن شاء الله ويستر عليكم وعلى أمة الإسلام أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. مشكورة الأخت شيماء، جزاها الله خير. هي المشرفة على جروب التليجرام. نعم، جروب التليجرام، هي مشرفة على جروب التليجرام، على قناة التليجرام عندي. مشكورة جزاها الله خير. تقص قصص المستغفرين إن شاء الله. نسمع قصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني المستغفرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة. فكثير من إخوان محروم، والله العظيم محروم، والكثير فهم كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنحن الحمد لله في نعمة وفي راحة، والله وبالله وتالله إني أجد السعادة ولا أجد أي إنسان في هذا الكون يعني بسعادة
أفضل مني إلا من استغفر وذكر الله أكثر مني، فإني والله أجد نفسي كأني ملك، راحة، استقرار، سكينة. والله لا أبالغ عندما أخبركم، والله سكينة لا يعلم بها وراحة لا يعلم بها إلا من جرب الاستغفار. فالحمد لله على هذه النعمة. فنحن ملوك ملوك، والله لو يعلم كل ملوك الأرض وأبنائهم ما نجد في الراحة والسعادة والبركات لجالدون على هذه النعمة بالسيوف. نسأل الله الثبات لنا ولكم، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يديم عليك نعمه، نعم، أن يديم هذه النعمة عليك وتسعد زيادة وزيادة، وعلى جميع المتابعين إن شاء الله. الله يفتح عليكم. نعم، نسمع كمان قصة ونفتح الدرس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مشارككم في تجارة. قبل خشيت في التجارة يا جماعة، تجارة بزنس أونلاين عرفته. أنا خشيت فيها قريب 14,000، قريب $2,000 حاجة. هذا رأس مالي، عرف قصدي ملقطة كلها حاطة في التجارة. عنهم خشيت، قعدت ممكن 6 شهور بديت التجارة. ترى قصدي خسارة التجارة كلها خسارتها. طلعت تجارتي كلها 0 في 0، ما كسبتش ولا قرش. أي حاجة نخش فيها مديت يا جماعة خسائر بس. قلت عندي متوظف نخدم، نلقط قريشات، نلقط فلوس زمان. الكلام هذا دي ممكن 3 سنين ولا 2 سنين. علوم خبطنا في الدنيا وخدمنا مننا ونحصلوه مننا، يتبخر الفلوس يريحن مش عارف فين، نلقطنا يريح. سبحان الله. بعدين عرفنا أن الذنوب دارن فينا البلاوي هذينا كلها. سبحان الله. قصدي مرة هيك يجيني غصة كيف دير ذك وكيف ضاع الفلوس وكيف. سبحان الله، من الاستغفار ربك يهونها. وعرفنا أن مشاكلنا كلها من الذنوب والمعاصي نديروا فيهن والغيبة والنميمة. الحمد لله على كل حال، والله الحمد لله على كل حال. وربي سلط علينا الديو، سلط علينا وجد يا رب، والله سلط علينا وجد. ولكن الحمد لله، والله الحمد لله. هذا الشيء اللي بعدنا على ربي واجد. بعد السنين اللي فاتت كنت بعيد على ربي بشكل غريب. زمان كنت نشكي للناس، نشكيش لربي، عرفت. لكن الحمد لله، والله الحمد لله، بفضل الله علينا، بفضل الله. هديتهم الشيخ محمد حجازي الحق. نعم، الحمد لله رب العالمين. الله بدل لنا الذنوب بديون، بدل لنا الذنوب بأمراض. ذنوبنا حولها علينا، بضاعتنا ردت علينا. إن كانت خير فكانت سعادة، وإن كانت شر ذنوب وكل هذه الذنوب حولها الله علينا لتعاسة وهموم وكروب وديون وحروب، وسمي ما تشاء من هذا الذل الذي نعيشه. حبيت أوقف وقفي مع في كم قنوات هناك، يعني سمعت لهم قنوات جميلة جدا صراحة يعني، لكن بدأت أرى إنهم يتشعبوا وكأنهم بتعين كله. أنا أوجه هاي رسالة للشباب الصغار، يعني شباب صغار يعني بيفتحوا قناة ويبدأوا يتكلموا، فيتكلموا مثلا عن تجربة لربما عاشوا مع الاستغفار، فيتكلم عن الاستغفار، فيروا رواج انه في هناك متابعين ومشاهدين، فيبدأوا يتنقلوا بين الأوراد يتكلموا. يا جماعة، الموضوع ليس انك تكلمني عن الأوراد، الموضوع ان تكلمني كيف عشت الورد، ماذا وجدت من هذا الورد، بلغوا عني ولو آية. صراحة أنا لا أحبذ متابعة القنوات التي تتكلم عن كل شيء وكانت تعرف كل شيء. طب إذا كأنك بتعرف كل شيء، لماذا الأمة في ذيل الأمم؟ وين كاين أنت؟
لا تخرج، يعني إذا كنت فاتح القناة، إذا أنت فاتح قناة عشان تبين للناس معلوماتك، يعني أنا شوفوني قديش أنا بعرف معلومات، والهدف ليس بأنك تحيي أمة، سيقال لك يوم القيامة لما فتحت هذه القناة؟ فتقول فيك يا رب، فيقال لا، ليقال وقد قيل والعياذ بالله، لأنك أنت هدفك أنك تبين للناس أنك أنت فهمان وعلمان وهكذا. لكن يا جماعة لا تثقلوا على الناس بأنك أنت تبين أنك تعرف كل شيء. تخصص، خليك متخصص. إذا أنت عشت مع سورة أو مع حديث لرسول الله، بقول لك بلغوا عني ولو آية. بتبلغ أمي كل يوم، عندك ناس جديدة كل يوم تدخل على القناة، ناس جديدة تسمع هاي المعلومة. فاستمر أنت أخي الكريم، أنت تحيي أمي في هذا الموضوع. نعم، هناك قنوات معانا أنا أضع روابطهم في صندوق الوصف. هذول إخوة عاشوا الآيات وقطفوا ثمارها، عاشوا كفاية مدة، يعني عاشوا الاستغفار، عاشوا سورة البقرة، عاشوا الحوقلة عذرا، عاشوا الصلاة الإبراهيمية. هم يتكلموا مما وجدوا ويحثوا الناس. طبعا أنا عشت الصلاة على رسول الله، عشت قيام الليل، عشت كثير عدا عن الاستغفار سورة البقرة. لكن الموضوع ليس اني انا اردد اذكار، الموضوع هو اني اعرف الله. كيف اعرف الله؟ لماذا انا اموري معطلة؟ مش كيف اردد اوراد واجيب اوراد واكثر وهكذا، مش الموضوع نتسابق فيه. الموضوع كيف اصل الى الله، ما الذي يحول بيني وبين استجابة الدعاء، ما الذي يحول بيني وبين الله. لماذا الله لا يستجيب لي؟ والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونخرج من دائرة التضليل أن الله قد يصرف عنك شر أو يدخر لك شيئا إلى الآخرة، وهذا حديث صحيح. لكن الله جل في علا كريم حيي غني، يعني خزائن ملأى، ووعد المحسنين ووعد المتقين بخيرات كثيرة وأرزاقا كثيرة وحياة طيبة. فلماذا أنا لا أصل لهذا الحال؟ هذا الذي نريد أن نبينه. وأطلب من أصحاب القنوات لا تتشعبوا، لا تضللوا الناس. لربما أنت تكلمت كلام حقيقي عن الاستغفار أو عن سورة البقرة أو عن الصلاة الإبراهيمية، كلام حقيقي عشت وخطفت ثماره. فلماذا بدك تعمل حالك إسا أنت بتعرف كل شيء ورايح تخرب كل شيء، رايح تخرب كل الذي قطفته؟ ابقى مع الصلاة الإبراهيمية إذا أنت عشتها، ابقى مع الاستغفار إذا أنت عشت الاستغفار، ابقى مع، يعني لا تتزحزح، خليك في مكانك، خليك في مكانك. عرف الناس، لربما من خلال آية أعرف الله تعود الثقة بيني وبين الله. يكون هدفك الأسمى هو نهوض أمة، تعرف الأمة لماذا الله لا يستجيب. إذا استجاب الله لك في طريقة معينة وأنت تريد أن تبينها، فلا تدخل على 100,000 موضوع كأنك بدأت تكون أكبر شيخ في العالم. هنا يبدأ التضليل. أنت تحملني ما لا طاقة لي به، ما لا طاقة لي به. بدك تحملني الاستغفار والصلاة الإبراهيمية والحوقلة وقراءة سورة البقرة وقراءة سورة الواقعة وقراءة سورة ياسين، وسمي كل، بدك تحملني كل هذا عسى إني أجد الله، ولكني سأجد الله من خلال آية واحدة بس. نعم، يكفي إني كل منبر مثلا أنت تكلم عن ما وجدت، لا تبدأ يعني ليش يا جماعة هذه الأمة بدها ناس توقف لها. نعم، في ناس بتعرف شو معنى كلمة ذنب، بتعرفوش الذنب، والله ما بيعرفوا الزنا إنه الذنب قتل ذنب، حتى الربا مش ذنب عندهم، حتى التدخين مش ذنب، العري مش ذنب، التكشف مش ذنب، لبس الضيق مش ذنب، غيبة ونميمة مش ذنب. في ناس حتى لا تقرن هاي ذنوب، هي حياة طبيعية، احنا ناس طبيعيين. أنا ما قتلت نفس يعني ولا كفرت،
في ناس بتقول لك ليش أنا كافر؟ طب أنا هاي الناس ده بين لها إنه هاي فسافس الأمور اللي أنت بتعدها، فسافس الذنوب، هذه هي اللي موقفة حالك، وأنت بتفكر إنك أنت لازم تقتل عشان الله يعطل أمورك. لا يا جماعة، أصحاب المنابر لازم تتخصص، المهندس مهندس، والطبيب طبيب، والنجار نجار. تخصص أخي الكريم، بلاش تعمل حالك بتفهم بكل إشي، بلاش، مش بحاجة، والله ما بحاجة. يعني أنا مستعد، أنا يعني لو بدي أبيع كلام بفوت وبتكلم عن الحوقلية وبتكلم عن الصلاة على رسول الله وبأتي بالأحاديث وبجيب آيات وبفسرها يعني على تفسير الطبري وتفسير، وبقول يعني هكذا تفسيرها، وبعمل آية، وأفوت على أحداث آخر الزمان، وأفوت على موضوع المهدي، وأفوت على الروح والرؤى، وأفوت على كل شيء، وصار أبو الشيخ أبو أحمد. لكن أنت شو استفدت بالآخر؟ هذا هو اللي بتجمعوا الناس، معلومات نجمع معلومات. ليش هاي المعلومات؟ بإيش فادتك؟ هل تعرف الله؟ هل يستجيب الله لك؟ هل انت قريب؟ هل انت هيك مرتاح مع دينك هذا اللي بتعبد الله فيه؟ يعني هل وجدت انه هذا الدين يصلح لهذا الزمان؟ هل وجدت؟ في ناس قالت لك خلص الدين انتهى، ما فيش، ما له صلاحية، انتهت صلاحيته. والله ان كل شيء موجود في الدين، لكن ما هي المشكلة؟ عندما يأتي واحد بفهمش بموضوع ويبدأ يشرح به، حتى لو قال الله وقال رسول الله، ويأتي لك بالأحاديث 1 2 3 هاي أفضل منها وتلك أفضل من تلك، واعمل كذا ولا تعمل كذا، وكل هذا الكلام هو أصلا لا يعرف شيء من هذا الموضوع، لا عاش استغفار ولا عاش سورة البقرة ولا عاش أي شيء، لربما هو عاش أمر واحد، ثم بدأ يعني رأى أنه في له رواج في القناة، فبدأ يدخل في مواضيع ويضلل الناس وجعلها كلها أمور هكذا فقط ببيع كلام. في ناس بتحب المعلومات هيك، وكأننا إحنا على ظهور خيلنا، وكأننا نحن نحكم العالم، وكأننا نحن بألف خير. نحن لسنا بألف خير، نحن لسنا على خير، نحن أذل الأقوام على الأرض، نحن لا يؤبه بنا شيلي يا عمي، والله لا يؤبه بنا، والله قشرة بصلي أمام الغرب أفضل منا عندهم. عندما يتكلموا مع بعض ما بيتكلموا عنا نحن ولا شيء. نعم العرب والمسلمين على كلهن، العرب والمسلمين مع بعض لا يساوي قشرة بصلي بعين الغرب. ليش؟ لأن الله لا يريد لنا لأننا ابتعدنا عن الدين. أنت لازم تكون على خلق، أخلاق سامية عالية، لازم تكون أنت إنسان يعني في قمة الأخلاق، في قمة الأخلاق، مش إنك أنت تكون يعني فقط يعني انت عامل حالك انت مع المسلم، مع انه احنا بين بعض كمان فيش اخلاق. لازم تكون رحيم في الناس كلها. اذا انت عارف الله وعرفت الله، اعرف ان كل الناس ضالة وتفكر هي على حق، بتفكر هي على حق. ما هو لا ينتهي هذا الظلم حتى الناس تعرف الحق من الباطل. كل واحد فكر حاله على حق، وانت او انا يعني المسلم لسنا قدوة للغير. الان في هذا الزمان لسنا قدوة. الغير مسلم لا يفرق بين الاسلام والمسلمين، لا يفرق. الاسلام دين الله، والمسلمين بفكر اخلاقنا هو الاسلام. اذا بنكذب بفكر الاسلام بيسمح لنا نكذب، إذا بنسرق بفكروا الإسلام غنيمة بفكروها، إذا بنغش بفكروا إنه الإسلام الدين الله يسمح بهذه الأمور، بكل الأمور هذه التي من أخلاقنا السيئة والتدخين والحشيش والإباحية، بفكروا إنه ديننا يسمح لنا بهذا الأمر، ومركزين على تعدد الزوجات وهكذا. يعني هاي القصة التي كانوا
هذا الرجل يريد أن يعني يعدد الزوجات. هذه القصة التي نزلناها قبل قليل. هو عقاب لك يا أختي. والله لو استقمت على أمر الله ما تزوج. الله يعاقبنا كل واحد في وجعه. واحد بيعاقبه بجيبته، واحد بيعاقبه هاي بده يعاقبها كان في انه زوجها يتزوج عليها او يهددها بالزواج او بالطلاق، او فلان بالامراض، وهكذا. هي ذنوبنا ترد علينا. لما انا بستقيم الى امر الله حقا على الله ان يرضيني. فإخوتي الكرام أصحاب المنابر، الأمة أهم من بيع الكلام. الأمة أهم من بيع. والله ستسألون عن هذه المنابر ماذا قدمتم لأمة الإسلام. الموضوع مش إنك تعطيني معلومات. المعلومات جميلة مطلوبة لكن إلها وقتها. لكل مقام مقال. الآن المقال هو كيف نخرج من هذا الذل الذي نحن فيه. لماذا يعاقبنا الله؟ نبين للناس إننا تحت العقاب. ابني على ما وجدنا. ابني إن وجدنا إن الاستغفار يغير الأحوال. ترك الذنوب الله يغير أحوالنا. مش تهدم ما بنينا. يعني أي مسلم ممكن أن يهدم ولا يهدم، هو يهدم نفسه. هذا الذي يطعن في استغفارنا يهدم نفسه ويعريه الله للناس أنه ليس على شيء. ومنبره منبر باطل، منبر مضل يضلل الناس. وهذا الذي يتشعب هنا وهناك ويفتح يعني كلام وكلام بكل المواضيع. يا أخي شو أنت يعني شو لا إيش كل هاي المواضيع؟ ونحن أمة لازم أول شيء كيف نرفع هذا العقاب؟ كيف ينصرنا الله؟ لماذا الله لا يستجيب لنا؟ لماذا الله مسلط الأمم علينا؟ إذا أنت مش شايف هذا الموضوع ابدأ شوفه. فيا صاحب المنبر، المنبر يعني قنوات، أصحاب القنوات والمساجد والشيوخ والعلماء كلنا، بس أنا أتكلم عن أصحاب المنابر. حتى الشيوخ لا تعدد لي 100,000 ورد. بعرف أطلع الأحاديث وأقرأها على مسامع الناس، بعرف أطلعها، لكن كيف أعمل بها؟ هذا هو. كيف أجني ثمارها؟ ما هي الأولويات؟ ما هي خارطة الطريق؟ كيف أطبق هذه الأحاديث حتى نخرج نبحث على كيف الله يقوينا وينصرنا على أعدائنا. كيف؟ إنه الاستغفار. وين وجدت هذا الاستغفار؟ الله جل في علا قال في سورة الإسراء لبني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. نعم في سورة الإسراء. هذا هو، هي قوتهم. المدد هو من عند الله. ونحن الله جل في علا قالنا بالاستغفار قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. هي الأموال والبنين. فبالأموال والبنين الله يقوينا ويفتح علينا ويجعلنا أمة تسود الأمم. وهذا يدل إن ذلنا سببه الذنوب. فكل شيء معطل حياتك سببه ذنب. نعم بدك تقول بلاء. اليوم إحنا بفضل الله في بلاء. هذا القصف الذي كان، نعم هذا القصف الذي مثلا كان هو يأتي كل يوم في قصف، كل يوم في اعتراضات، لكن هذا كان في إصابة مباشرة وفي هناك جرحى. التفكير يذهب. التفكير بفضل الله أنا جالس مش خايف الحمد لله رب العالمين، نأخذ الحيطة هذا صحيح، لكن التفكير يذهب. أين الابن؟ أين البنت؟ بنتي، ابني، أخوي، أختي، في أي منطقة هم موجودين؟ أما تصل إنك أنت لنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف مش ضروري يكون الرعب، لكنك أنت هكذا. أين أولادي؟ أين ذهبوا؟ هم بالشغل. هل الشغل آمن عندما قصفت المنطقة اللي كان هن فيها؟ يعني هذا القصف الذي كان ونزل أين سقط الصاروخ هو يعني قاب قوسين عن مدرسة للأطفال، مدرسة إعدادية وحفيداتي فيها مثلا. فهمت؟ مش بالضروري يعيشك الله ذل، لا. نحن
نظن الظن الخير في الله، ان الله لا يعذب مستغفر. فهمت انه انت وين ممكن تروح؟ ممكن تروح في ظنك انه يعني وين اولادي؟ وين امي؟ وين ابوي؟ اين هم؟ هل واين سقط هذا الصاروخ؟ فهمت؟ اين سقط؟ اصاب من؟ هكذا في لحظة انك انت تبدأ تستفسر. كلكم على خير؟ نعم. فالحمد لله رب العالمين. فعشان نفرق بين الذنب، بين البلاء والعقاب. العقاب على قسم من الناس أكيد 1,000,000%، ولا قلت، لا طالما قلت القادم أعظم. نعم الأمور وصلت إلينا، وهذا ما كنت أحذر منه. هاي الصواريخ وصلتنا يعني كل يوم في عنا سقوط صواريخ عنا في البلد، في السهول، في هكذا، لكن اليوم داخل البلد، عشان نبين انه احنا علينا ان نتوب الى الله. واطلب من اصحاب المنابر، يعني اصحاب القنوات، يا جماعة اذا ما بتعرفش تتكلم عن آية، لكن هناك في من هم اصحاب آية، يعني عاشوا والله فتح عليهم وتكلموا. يعني هناك شاب بعرف، شاب يعني صغير في العمر، يتكلم كلامه طيب، لكن بدأ يجنح وكأنه يجنح مثلا لمواضيع أخرى. دعك من المواضيع الأخرى، ركز على الموضوع اللي أنت وجدته، وعلم الناس ما وجدت عشان تعرف الناس ربها. لما إحنا بنعرف الله خلص الله سيهدينا. لما أنت بتبصرني في عيبي، ولا ما الذي فعلته عندما أنت بعرف أنه ترك الذنوب وأقبل على الله ولازم الاستغفار، هذا صاحب المنبر هذا. لكن صراحة بدأت لأنه تظهر القناة تبعته عندي، وشاب يمكن يعني يمكن 24 26 27، نعم، عشان ما حداش يفكر حاله بحكي عن واحد شاب آخر. فهذا الشاب يعني ما شاء الله عنده قبول، لكن الجموح نبدأ نثقل على الناس، افعل كذا وافعل، هذا يبدأ يثقل على الناس وتفطر عزيمتهم. اليوم كان في عندي السؤال يعني فلانة كان عندها تعطيلات كثيرة والحمد لله رب العالمين. مهم هي لزمت الاستغفار ولزمت سورة البقرة، وأخذت سورة البقرة بمحمل الجد، وأخذت الاستغفار بمحمل الجد، وانشغلت في الاستغفار وسورة البقرة وهي تعمل. وشوف النقطة هنا، وهي تعمل، المهم هي تعمل يعني موظفة تعمل، هي تعمل وكأنها مستقلة، هي تعمل من خلال مؤسسة مستقلة. يعني إذا وجهوا لها الزباين، فهي الزباين من يعني إلها نسبة معينة من هذا الربح. قالت لي، كتبت لي إنه هي عندما قللت من سورة البقرة، يعني لها مدة مع سورة البقرة قبل ما تعرفني مرة واحدة، وأخذت سورة البقرة 4 مرات. فلما بتروح على الشغل وبتنشغل فبتنزل مرتين أو مرة في سورة البقرة، ولكن لما بيكون عندها الوقت ما في الشغل فبتطلع 4 مرات سورة البقرة، وبتكثر من الاستغفار، يعني 12 13 15 20 ألف استغفار في اليوم. وبتقول لي يعني عندما نزلت سورة البقرة قال صار في عندي مشاكل في البيت وهكذا، يعني أنا ضلني بسورة البقرة 4 مرات وهكذا. لا يا عمي، أنت ما بدك تضلي بسورة البقرة 4 مرات، لا، أنت اجتزتي المرحلة اللي هي خلص. نعم، يعني لربما القرين لا يموت، القرين لا يموت، والله يمتحننا. أنت في اختبار، أنت في بلغ عني ولو آية، أنت في بلغ عني ولو آية. فلازم تمر على مشاكل الناس، تمر على مشاكل هجوم شياطين وكذا وتعطيلات، وامك وابوك بتقاتلوا معك، واخوتك ما بيحكوش معك، وجوزك بده يتجوز عليك، وكل هالمشاكل، وانت عمال تعبدي الله، وانت عمال تبتي من الذنوب او تبت من الذنوب، ولازمت الاستغفار، وتزداد المشاكل. الله بده يعلمك، لانه لما بكره انت بدك تبقى واقف مكاني
وتكلم الناس تقول لك يا أخي صار معي مشاكل مع أمي وأبوي ومع زوجتي بدك تعلمني ماذا أفعل. فأنت مررت على هذه المراحل فبتقول لي شو المراحل. لا يا أخي، إذا أنت صار معك هاي المشاكل مش معنى الله ساخط عليك. أنت بتعرف، كل واحد بيعرف حاله، صح؟ أنا بعرف حالي إذا سقطت ولا لم أسقط. أنا عمال أستغفر وأنا أتوب وتوبة الله، لكن هناك كان في شيء. ما هو الشيء؟ هناك كان في شخص، وكأن هذا الشخص الموجود خلال الشغل هو الذي يوجه الزباين لمن، يعني هيك، فاهم علي؟ يعني إذا أنا مستلطفك فبوجه الزباين عندك. فصار في علاقة هي يعني امرأة بامرأة، مش يعني رجلين عشان نقول، صار في علاقة ود، وكان أنا بتودد إليك وأنت بتجيب لي زباين. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. أنت بتحسن لأني بحسن إليك، جميل، أما إنك تعتقد إني أنا بجيب لك زبون، لا يمكن. هذا هو الشرك، إني أنا أظن إنه فلان إنه هو اللي جاب لي الزبون، فأنا عمال أتودد له وأجيب له هدية عشان إيش؟ عشان يوجه الزباين لإلي. فهمت؟ إذا هو لطيف معك وأنت لطيف معه فالود مطلوب. أنت إنما بعثت لتمم مكارم الأخلاق، لكن لا يتجاوز إني أظن ولو لشعرة إنه ينفع أو يضر هذا الشخص. أنا عندي مشكلة مثلا، بعثوا لي شغلي إنه أنا عاملها مثلا وقانونيا أنا أحتاج لمحامي. طيب أنا ممكن أستخير الله، يا ربي هذا المحامي ولا ذاك المحامي؟ بس هذا المحامي ولا ذاك المحامي؟ أنا بحاجة للمحامي، مش أنا بزت لي وراق وخلص الله بدبرها. لا، أنا بدي أخذ بالأسباب. أنا بنزل عند المحامي، لكن يقينا إلا بده يحل المشكلة هو الله. طب إذا انحلت غلط يعني بالنسبة لي، خلص أقبل. الله أعلم مني، مش إذا أنا ما زبطتش معي الله غضبان علي، الله بيحبنيش، الله لبسني، الله ساخط علي وأنا تايب. لا يا أخي، أنا يوما ما كنت بدي أبني أفضل متجر في منطقة عندنا، وبنيت. كان عندي ملابس أكبر متجر، وكان عندي حلو أكبر متجر صراحة يعني، ولكن كنت أظن إن الأمور شطارة بالكبر وهكذا. لكن الحمد لله رب العالمين، اليوم أنا ما عنديش ولا متجر، عندي شيء، ولكني أنا مرتاح ب1000 مرة أكثر من ما كنت بالماضي. هذا فضل الله لي. فلا تظن إنه إذا الله منعك معناها ساخط عليك، لا تظن، أنت على خير. الله يسوق لك خير أفضل من الخير التي تظنه. ليش أنا بقول لك سورة البقرة يبدل الله لك أولوياتك وأنت راضي؟ يعني أنا كنت بدي تاجر أكبر تاجر، انتقلت، أنا اليوم أدعو إلى الله. إن شاء الله الله يديم هذه النعمة علينا. الحمد لله رب العالمين، الرزق يأتي. فمش كل إشي بزبطش معاك وانت عمال تستغفر. يعني أنا بدي شغل، انت بدك شغل، بدي شغل. طيب أنا كنت بدي كمان شغل، ما اعطانيش شغل، الله سكره، فتح لي شيء ثاني. أنا كنت بدي تجارتي تنهض، من أخذت الاستغفار أساس إنه مثلا التجارة مثلا تنهض ويتغير واقعي. تغير واقعي ولكن التجارة لم تنهض. التجارة انكسرت، مش خربت بيتي، لا، خلصنا منها. نعم. فأنت ارضى، إذا أنت مستقيم على أمر الله، عمال تستغفر، معك سورة البقرة، فأقلل قليل عيش، أقلل قليل عيش، هكذا إذا بتستطيع. أنا بقول للذين عاشوا أقفال سورة البقرة، إنك يكون معك 12,000 استغفار يومي، و4 مرات عذرا، ومرة واحدة سورة البقرة. لازم تجتاز مرحلة 4 مرات سورة البقرة، ربما هي شهرين وخلص، عشان تشلح السقطات. لأنه لا تبقى في هذا الصراع بينك وبين الشيطان، إنك غالبك الشيطان بيقعك في الإباحيات والذنوب الخلوات وهكذا. لا، مع 4 مرات ستحلقه وتحلق هذه السقطات إن شاء الله، وتعود إلى مرة واحدة بعدين تدريجيا سورة البقرة يوميا، و12,000 استغفار كما كان يفعل
سيدنا أبو هريرة، ولكن العينين إلى أكثر. أنا يعني 12,000 استغفار، هاي 16,000 تقريبا، وأنا بعدني بستغفر. فلا تظن إنه كل شيء معطل عليك وإنت مستقيم على أمر الله إنه هذا الله ساخط عليك. لا، الله أمطرك ويربيك، عمال يعدك. يعني اليوم أنا عمال أتعلم طب مثلا. طيب أنا من أول امتحان باخده معناها أنا نجحت خلص أنا صرت طبيب؟ ما في كثير امتحانات. ليش احنا بنستعجل إنه لازم الله يرجعنا كل شيء؟ يا ربي أنا يعني استغفرت أعطيني اللي بدي إياته. لا، مش هيك. أنت جيت إلى بلغ عني ولو آية، معناها لازم تعيش الآية. عشان تبلغ الآية والله سيعطيك كل أرزاقك ويرد لك كل أمورك، وتصير أنت طيب وتخرج للناس تأمر الناس بالمعروف مما وجدت، ولا فقط ليقال وقد قيل كبوه في جهنم والعياذ بالله. فأصحاب المنابر يعني احملوا هم الأمة وبلغوا الناس ولو آية، ولا تتشعب وتفرجي حالك إنك بتعرف كل شيء. ما في حاجة. إذا دللتني على الله، الله سيهديني. إذا دللتني على الله، الله سيفتح علي وهو سيهديني جل في علاه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا هو الجميل، إنك أنت توصلني إلى شو الخلل، أمسك أنا طرف الخيط وأقبل على الله. بالماضي كنا يعني نصلي ونصوم ونتبع سيئاتنا بحسنة وما زبطت، لكن عليك أن تتوقف من هذه الذنوب، تنتهي. نعم، يعني الذنوب تتبدل، ولكن مش مصر على الإباحيات، مش مصر على التدخين، مش مصر على الغيبة والنميمة، مش مصر على قطيعة الأرحام، مش مصر على القروض الربوية، مش مصر على كرة القدم بالليل والنهار، أخرت الصلاة وبعتها، مش مصر على سب الناس وشتم الناس وإيذاء الناس. لا، صار يوم موقف هنا موقف هناك، غلطة هنا غلطة هناك، لا يشبه بعضهم البعض. هذه الذنوب نستغفر الله عليها، ينفعنا سيد الاستغفار هنا، ينفعنا سبحان الله بحمده 100 مرة هناك، هكذا. أما أني أنا مصر، لا 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 لا، أنا مكيف على هاي الإباحيات، هاي حياتي. أو أنا بكلم أنا السيجارة متت أني تعلمت أدخن، لا بدي أظلني أدخن، وهكذا. كرة قدم حياتي بشوف فيها حرام، بضيعت الصلاة وقتلت الناس، والليل نهار كلامك على المشاهير وكلام وكلام وكلام، ونسيت الله ولا تذكر الله إلا قليل، وأنت تظن أنك بألف ألف ألف خير. قل اعملوا فسيرى الله عملكم. وأنت بتلعب فوتبول وتظلك في الفوتبول ليل نهار ليل نهار. ما خلقك الله تلعب فوتبول؟ ممكن تروح لك تلعب لك مرة بالأسبوع رياضة هيك، مش إنه أنت مبيوع بيع إلهك الفوتبول وفلان الفلاني من المشاهير والمسلسلات والغيبة الله يرضى عليكم. إن شاء الله هذا الكلام نوجهه لأصحاب المنابر، يعني أصحاب القنوات. وكمان لا إلك يا أخي المتابع، انتبه أخي الكريم، انتبه. قصص لا تنتهي، فينا قصص كثيرة الحمد لله رب العالمين. فينا قنوات جديدة انفتحت، أعتذر نسيت أذكركم فيها، ستجدونها في صندوق الوصف، فأعتذر أني نسيت أذكركم فيها. هناك للقصص، وهناك يعني سبحان الله نسيت أذكركم فين. أنا أجد كثير صراحة من مقاطع يجتزئ من كلامي، لكن أنا ما بعرف القناة شو محتواها الأول، فأقول لهذول الإخوة ابقوا على ما أنتم عليه ولا تبدلوا. الاستغفار هو رحمة الله، فيه التمكين، فيه العز، فيه الرزق، فيه المال، فيه الصحة، فيه كل شيء. لا تتشعبوا، إذا أخذتم مني لا تأتوا من غيري، لأن طريقة كلامي وطريقة توجيهي لا تشبه غيري، تشبه هناك في قنوات معي. نعم، الأخ عدنان هو معنا، والأخ محمد إبراهيم السوداني هو معنا، والأخت أم رفيدة هي معنا، عندهم قنوات، وهناك قنوات ناطقة بالإنجليزية وهي معنا، يعني منا يعني عاشوا كما عشنا. هذول معنا، هذول الإخوة. وقناة من كندا، أنا أنشر هذه الروابط. وفي قناة كمان جديدين، بس نطلع بنسى الأسامي صراحة. نعم، إنها لا تعمل أبصار، هاي قناة جديدة لأختنا أم رفيدة.
فيها قصص المستغفرين، فيها كلام جميل. نعم، هكذا نحيي أمة. ركزوا، تخصصوا، ولا تتشعبوا، ولا تشتتوا الناس، واعرفوا الناس بربها، ويكون عملك خالص لوجه الله. شو الهدف؟ نرتقي في هذه الأمة، عشان الله يرفع عنا الغمة وعن الأمة وعن أنفسنا، ويتغير ويتبدل حالنا. عندما تستفيق أمة الإسلام ستنتهي الحروب في العالم كله. نعم، لأنه الله، إحنا ضيعنا الأماني، ضيعنا، فالباطل يصول وجول، والحق موجود في الإسلام، مش عند المسلمين. المسلمين ضايعين أكثر من الأمة الفسق. نعم، لكن الإسلام فيه الحل، دين الله فيه الحل. نتوب إلى الله، نلزم نطبق شرع الله كما يحب الله ويرضى، ونخلع الذنوب ولا نستهتر فيها ولا نستهونها، لأنها تجعل بيننا وبين الله ساتر لا يستجاب لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشكر هذا الكلام وبارك الله فيكم.